يا صباح الخير وصباح النور وصباح الأجواء الجميلة، واش راكم حبيباتي؟ إن شاء الله يا ربي يلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال. أول حاجة نبداو بها نصليو على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بديت لكم حبيباتي هذا الروتين البسيط. بديتو يعني في منزلي اللي في الريف. بدينا نحينا هادو رز البراطل، ما على باليش كيف تقولوا لهم. المهم الفول كيما يبدا هكا يكون طري، نسميوه رز البراطل. قولوا لي حبيباتي في التعليقات انتم كيف راكم تسميوهم. المهم حيت راح ندير به شويه نعمه. احنا نديروا البربوشه بالفول، وقول لي تاني الا كان نتوما راكم ديروا هذه الاكله ولا لا. من بعد حبيباتي في الفيديو هذا ما درتهاش، بس ما صورتها لكمش، بصح من بعد بربي ان شاء الله راح نصور لكم الطريقه. هي طريقه بسيطه على كل حال، يعني اطباقنا التقليديه كامل طريقتها بسيطه، بصح البنه تاعها لا تقاوم، وكل شيء طبيعي. يعني كانوا بكري عايشين في الطبيعه، كل شيء من الطبيعه، وكانوا يعني ما ياكلوش حتى يجوعوا، واذا كان كلاو ياكلوا كل شيء طبيعي. على بها تلقاهم صحاح، مش كيما حنا دوكا كل شيء ميت، كل شيء يعني قادر تشري حاجه من السوبرات ولا تلقى لاضات تاعها ميته وانت ما على بالكش. المهم الاكل تاعنا دوكا ماهوش صحي حبيبتي. لهنا رحنا يعني ضربنا تحويسه انايا والطفله تاعي. رحنا لهنا لبني هارون، هذا السد يعني في ولايه ميلا، وراهو تاني أكبر سد بعد سد النهضة بإثيوبيا. يعني هذه المعلومات اللي على بالي بيه، ما على باليش السعه تاعو يعني بالتدقيق وكل شيء قداه يهز. المهم راهو كبير، السد كبير، وهادو البلايص اللي دايرين بالسد راهي مناطق سياحيه يعني واحد الجمال. يعني تكذب الا كان هذا الشيء كامل في الجزائر. يعني كان جينا نهتموا بالسياحه، راهي منطقه سياحيه بامتياز، خاصه في الربيع ما في الصيف. يعني واحد الجمال ما تصورش كيفاه. شوفوا لهنا الازهار الربيع، وشوفوا تاني وش يعجبني في هذه كي تعود الصوره تاع الجبل والشجر مصوره في الماء. لهنا الولايه دايره مشاريع بزاف هكا على ضفاف السد هذا. يعني كاينين راح يديروا حديقه مائيه، وبربي ان شاء الله نهار يديروها هكا. السكان احنا لهنا ما عندناش بلايص هكا نروح نحوسوا فيهم، ولا لازمنا نخرجوا خارج الولايه غير برك في الطبيعه. بربي ان شاء الله نهار يديروا هادو المشاريع، رايحين سكان ميلا يعني عندهم وين يتنفسوا هكا، وين يخرجوا وين يروحوا، وقادرين ثاني يجيو من ولايه خلاف وثاني من الخارج لما لا. المهم حبيباتي شوفوا المناظر. يعني ولاية ميلا منطقة زراعية، خاصة القمح والشعير وكل شيء، يعني منطقة زراعية بامتياز. عندها منتوجات زراعية بزاف، وخاصة الزيتون، يعني الزيتون القمح الشعير. وتاني حبيت نعرفكم كاينين اثار رومانيه في ميلا القديمه، اللي يحبوا يعني يزوروها. وشو هاد الساعه في ام يرمموا فيهم، مازالوا ما خلصوش. بربي ان شاء الله ثاني نهار يخلصوا. المنطقه اثريه يعني روعه، فيها اثار رومانيه واثار اسلاميه، كما مسجد ابو المهاجر دينار. وتاني حبيتي كتزوروها رايحين تشوفوا حوايج بزاف لتما، وتلقاو تما اسم المرشد اللي ينعت لكم يقول لكم وشي هادي وشي هادي. يعني مازالوا ما كملوهاش، نهار يكملوها بربي ان شاء الله راح تكون روعه. لهنا الجويدات هادو لقيتهم انا ما نخلي والو، كي نخرج للطبيعه ما نخلي حاجه ما نصورهاش. كل شيء راح نصور لكم بالتدقيق. هذا بستان الورود رحنا، بصح ما لقيتش يعني الحوايج اللي نحوس عليهم. يظهر لي مازالوا ما بداوش يحطوا بزاف انواع النباتات. ربي ان شاء الله في المستقبل بالك راح يكونوا كاينين. لهنا هذه بني هارون، لهنا اللي حابين يشريوا الفخار والله اللي يحوسوا كما كاينين بزاف التعليقات يسقسيوني على طاجين نمره وين يتباع. لهنا هذه البلاصه بني هارون بين ميلا وجيجل، رايحين تلقاو واش تحوسوا كامل. يعني كل شيء كاين، والاسعار يعني مليحه ماشي غاليه بزاف. كما لهنا تشوفوا هادو البرم تاع الطين، الصحونه ها بلي كولور، وكاينين اللي في الماغون هكا يجيو طبيعيين. الطواجن تاع الكسرات تاع الغرايف، كما قلت لكم تاع تريدات الطاجين، كل شيء كاين. وش عجبوني يعني لقيت عنده واحد الاواني قديمه بزاف بزاف، والسعر تاعها يعني مليح. هذه تاع تحطها غارنيتور تاني روعه. ما شريتهاش الحق، شريت واش نحتاج هكا باه نخدم. وهذا مكان انا نموت على هادو التحف القديمه، خاصه القديمه.
دوك تشوفوا بربي ان شاء الله في المشتريات واش شريت. لهنا تاني رحنا لهذا المشتله هذه، وشريت لي بو هذوك تاع الجيرانيوم. شريت يعني في الاحمر، في اللون الاحمر، الجيرانيوم تاع الازهار تاعو يعني حمراء. انا نشتي جيرانيوم خاطر كشي يتحمل كما قلت لكم، يتحمل الحراره، يتحمل كي ما تسقيهش بزاف، المهم ما يتطلبش العنايه بزاف. لهنا رانا راجعين، شوفوا الجبال هادو بين ميلا وجيجل، منين بني هارون، يعني واحد المناظر تاني روعة ما شاء الله. واللي موالفين نروحوا للبحر الجيجل، هذه ما في الصيف تلقاها الدنيا خضرة هكذا، مش غير في الربيع. لهنا كما وصلنا، حطيت هادو لهنا، حتى بيزما من بعد نزيد لهم التراب. ولهنا حبيباتي هادو هما المشتريات اللي شرينا. شريت الطاجين تاع الغرايف، كان ما عنديش، تكسروا لي، يعني يتكسروا من الاستعمال بزاف وكل شيء راح يعني يتكسروا، تعاود تشري. لهنا هذه الجزوه تاع القهوه، نموت انا على القهوه في الجزوه. هذا الطاس تاع اللبن تاني، تحب تحط فيه اللبن، تحب الماء، يعني كما تحب. وتاني هذه القله، هذه القله راهي قديمه قديمه بزاف بزاف، والسعر تاعها يعني كان مليح، على بها جبتها. بربي ان شاء الله رايحه نستعملها، نحط فيها الازهار هكا، المهم نشوف شنو الاستعمال تاعها. وهذا تاني الشكل هذا عجبني بزاف، وتاني تحفه قديمه. وانا نموت على هذا التحف القديمه كما قلت لكم. وهذا بربي ان شاء الله حنغسلوه مليح بالجافيل وكل شيء، ونحط فيه الماء. شوفوا المنظر تاعو يعني روعه روعه، باه يهبل. شوف هذه تاني تاع الشمع، نحط فيها الشمع، ينوض مو تاع الشمع. وهذه تاني تاع الزيت. اللي يحبوا الاسعار حبيباتي، تلقاهم بربي ان شاء الله في قناه مريم، هي حطتهم بهم بالاسعار. انا حطيت لكم هكا برك بزربه. وشوف هذا الطاجين تاني تاع الكسره، والطواجن تاع الكسره تلقاو انواع، مثلا تلقى طاجين زي هكا، وكاين انواع خلاف. الطواجن شريتهم ب70 في الواحد، راني شفيت عليهم. وهذا هما حبيباتي المشتريات. يعني انا مديره المنزل في الريف، حاطه فيه هادو تاع بكري، والمنزل تاعي ها باين. لهنا زدت لهم التراب باسكو كان الجدر تاعهم شويه هكا يبان، كيزيد لهم التراب بربي ان شاء الله راح يعني يزيدوا يعطوني الازهار شويه، يعني الازهار يكونوا بزاف، وتاني الورق يجوا خضر بزاف، تاني يخضروا. المهم كيزيد لهم التراب يزيدوا يكبروا مليح، ويجوا المنظر تاعهم يجي باهي. ومن الأحسن تاني إلا كان عاد كاين السماد، تحط لهم فضلات الحيوانات، يعني النباتات كامل مليح ليهم فضلات، خاصة تاع النعاج، يعني فضلات تاع النعاج راهم روعة، يعني الغبار كما نقولوا حنا الغبار. حبيباتي الا كان عندكم الوقت يعني والظروف كانت ملائمه، من الاحسن تخرجوا تشموا شويه الهواء، خاصه ندق في الربيع، لانه الهواء معمر بالاكسجين. ولا هنا تاني نحينا شويه هادو البصله، هادو الريش تاع البصل، وكليناه مع العدس. المهم هكاك برك. شوفوا حبيبتي الخرشف ثانيا، نموت على الخرشف، كون نصيبو يعني العام كامل وهو كاين، وراه مفيد للصحة، مليح لكل شيء. لهنا درنا القهوة هذيك تاع العشية بالكاطو تاع العيد اللي بقالنا من العيد، ودرنا القهوة هذيك وطيبنا في الجزوة اللي شرينا اللي كنت نعتها لكم. وما شاء الله واحد القهوة كانت تهبل تهبل، طيبناها فوق الريشو. اللي موالفين متابعيني في القناة الأولى راهم شايفين طريقة الطبخ فوق الريشو هذاك. الريشو راه قديم، يعني ملي كنا بكري نستعملوه. والمفاجأة حبيبتي، شوفوا شكون اللي زارني اليوم لهنا. زارتني قناة الجزائرية لايف ستايل دي زاد، يعني وكانت أجواء ممتعة، وهي تاني عجبتها الأجواء بزاف، وراي دارت لكم فيديو كما جات عندي. وإن شاء الله حبيباتي تدخلوا عندها وتزوروها، وإذا كان عجبتكم ما تنساوش ديروا لها اشتراك ولايك، المهم تشجعوها على متابعة المشوار. وما تنساوش حبيباتي تقولوا لي وين اللي عجبتكم القناة الأولى بطريقة أسمر، والله هذه اللي نهضر فيها. المهم عبروا لي على اقتراحاتكم، على واش اللي لازمني ندير، واش اللي لازمني نحي. لهنا هادو النعاج راهم ورا الدار، لهنا هما ماهمش تاعي، راهم يصرحوا لهنا ورا الدار قراب لينا.
شوفوا حبيباتي، شوفوا من خال هذه الزهرة عجبتني خلاص، خصنا نصورها لكم. هي جاية حمراء حدا الحجر، خصو والله نصورها للمتابعات. واش حنقول لكم حبيباتي، شوفوا الاجواء كانت رائعه. من بعد خرجنا لهنا ورا الدار وبقينا نتفرجوا في المناظر الطبيعيه. ولهنا نكون وصلنا لاخر الفيديو. الى اللقاء.